زمان في الثمانينات لما كنا ندرس كنا نحضر مع الشيخ أحمد في دروس التفسير، وكان يوم الجمعة أيضا يستقبل يوم الجمعة الصباح يعني طلاب العلم اللي يسأل واللي يستفسر. فدخلنا عليه يوم الجمعة في يوم من الأيام، وإحنا داخلين جاء رجل حزين وكان غضبان وجايب معه زوجته في السيارة. قال له: يا شيخ. قال: نعم. قال: طلقت زوجتي. قال له: وش قلت لما طلقت زوجتك؟ قال: طلقتها 100 طلقة، وقلتها حلال للحمار، حرام علي، محرم علي، محللها الحمار. غضب الشيخ غضب شديد، حتى ذيك الجمعة سوى خطبة عن الطلاق. قال: انتم وين تجيبوا الشرع؟ من وين تجيبوا هذا الدين وهذه التعليمات؟ مين أمرك تطلق 100 طلقة؟ من أين هذا الشرع؟ الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. من وين جبت 100؟ أنت جبت يعني فوق طاقة، يعني جبت الشرع فوق شرع الله. وكيف تحرم وتحلل ما أحل الله؟ أنت يعني أصبحت مشرع، أنت أصبحت رب. إيش هذا الدين؟ إيش هذا الاستهزاء؟ بس جاهلة. قال: أنتوا المفروض قبل لا تتزوجوا تتعلموا الطلاق أول، قبل الزواج، قبل لا تتزوجوا تتعلموا كيف تطلقوا. وهذا صحيح إن الناس كثيرا ماخذة أمور الطلاق بسهالات، وماخذة أمور الطلاق بالتقليد والتبعية، ما يعرفوا أمور الطلاق أبدا، مع أن القرآن واضح، والقرآن ما جعل حل الطلاق إلا الحل الأخير الذي تستحيل معه الحياة والتوفيق ما بين الزوج والزوجة.